إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المؤمنين، فأوصي نفسي أولا ثم أوصيكم بتقوى الله جل جلاله، حيث عرف نفسه إلينا بأسمائه وصفاته وتحبب إلينا بنعمه وآلائه. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ومن أجل هذه النعم أن أرسل الرسل وأنزل الكتب بدين واحد يدعو إلى عبادة رب واحد. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فكل أنبياء الله تعالى جاءوا بالإسلام، فهذا نوح عليه السلام يقول: وأمرت أن أكون من المسلمين. وكذلك دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وأما كريم الله موسى عليه السلام فقال: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وهو دين الله الذي جاء به عيسى عليه السلام، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وهو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فختم الله به الرسالات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هو دين رب العالمين وشرعه، وهو القديم وسيد الأديان. هو دين آدم والملائكة قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان، هو دين إبراهيم وابنيه معا، وبه نجا من لفحة النيران. وله دعا عيسى ابن مريم قومه، لم يدعهم لعبادة الصلبان. وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون.
هو دين العفو والسماحة والمودة والرحمة، وتتجلى هذه السماحة يا عباد الله في صور شتى من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في عباداته ومعاملاته، وفي سلوكه وأخلاقه مع قرابته وأرحامه وأصحابه وجيرانه، بل حتى مع أعدائه. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلم يكره النبي صلى الله عليه وسلم أحدا للدخول في الإسلام، فالإسلام يعامل الإنسان كإنسان، يحترم عقله وفكره ويدعوه إلى توحيد ربه برحمة وحكمة، فإن رغب عقلي بنفس وإلا فلا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ففي صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما كانوا في الطريق نام النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة بعد أن علق سيفه عليها، فجاء رجل من المشركين فأخذ السيف وقال لنبي الله تعالى: من يمنعك مني؟ من يمنعك مني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله عز وجل. فسقط السيف من يده، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ فقال الرجل: كن خير آخذ، كن خير آخذ. فقال صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الرجل إلى قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس. فأسلم الرجل وهدى الله به خلقا كثيرا. وصدق الله تبارك وتعالى إذ يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إخوة الإيمان، وإن من عظمة هذا الدين أن حفظ حقوق الناس أجمعين، فحرم دماءهم وأموالهم وأعراضهم بغير حق. قال صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة، فأنا حجيجه يوم القيامة. ولم تكن هذه الكلمات والمعاني الجليلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد قواعد نظرية لا مكان لها في حياته صلى الله عليه وسلم، بل كان يترجم ذلك في سلوكه وأخلاقه ومعاملاته وقضائه. فكان صلى الله عليه وسلم مخالطا للناس في مجتمعه، يلاطف صغيرهم ويزور مريضهم ويطعم جائعهم ويقضي حوائجهم ويتفقد غائبهم ويجيب دعوة من دعاه منهم حتى لو كان على غير ملته. ففي مسند الإمام أحمد أن خيارا يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول: إن أحبكم إلي وأقربكم
الذين يألفون ويؤلفون. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فأسلم الغلام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. أخي الكريم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمل غلاما يهوديا في خدمته، يستعمل غلاما يهوديا في خدمته، مع أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم كانوا يتشوقون لخدمته ويتمنون أن يشرف أبناؤهم بذلك. وحين يفتقد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الغلام يعوده في مرض موته ويحرص على إسلامه، بل ويفرح بذلك فرحا شديدا. إنها الرحمة النبوية التي قال الله عنها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن رحمة سيد المرسلين عنايته بالضعفاء والمساكين، فجعل أجر القائم على شؤون الأرملة والمسكين كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه وأرضاه: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة. عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، أي فلا ينصرف صلى الله عليه وسلم حتى يقضي لها حاجتها. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي بالنساء في مجامع كثيرة، حتى إذا كان يوم الحج الأكبر خطب صلى الله عليه وسلم في الناس فقال: ألا فاستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات. ولم تكن وصاياه صلى الله عليه وسلم للنساء مجرد كلمات يسكن بها عواطفهن، بل كانت مواقف عملية في غاية اللطف والرقة. فكان صلى الله عليه وسلم إذا نادى إحداهن يناديها بأحب الأسماء إليها. ففي الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائش، يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. فيناديها بتصغير اسمها لإظهار المحبة لها. ولما سئلت رضي الله عنها وأرضاها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان في مهنة أهله، أي في خدمتهم، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يلاطف أهله بالكلمات العذبة الحانية. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: إني لأعرف غضبك ورضاك. قالت رضي الله عنها وأرضاها: كيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال: إنك إذا كنت راضية قلت ورب محمد، وإن كنت ساخطة قلت ورب إبراهيم. فقالت رضي الله عنها وأرضاها: أجل والله يا رسول الله، إني لا أهجر
بل كان صلى الله عليه وسلم يظهر ملاطفته ومحبته لزوجه في آخر لحظات حياته. ففي معجم الطبراني بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، أي في مرضه الذي مات فيه: إنه ليهون علي الموت أني أريدك زوجتي في الجنة. وكان صلى الله عليه وسلم يعامل أخطاءهم بكل حكمة ولين. ففي صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند إحدى أمهات المؤمنين فأرسلت أخرى بقصعة فيها طعام فضربت يد الغلام فسقطت القصعة فانكسرت فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الطعام ويقول: غارت أمكم كلوا. فأكلوا، فأمسك الغلام حتى جاءت بقصعتها التي في بيتها فدفع القصعة الصحيحة إلى الغلام وترك المكسورة في بيت التي كسرتها. أخي المبارك، لقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الموقف بكل حكمة. يجمع الطعام بنفسه ثم يعتذر لضيوفه بكلمات لا تنقص من قيمة زوجته: غارت أمكم، ومع ذلك لا ينسيه هذا الموقف العدل بين زوجاته، فيبقي القصعة المكسورة في بيت التي كسرتها ويرسل الصحيحة إلى بيت الأخرى. فأي رحمة ورأفة وعدل وإنصاف كان في قلبه صلى الله عليه وسلم. وصدق الله إذ يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن سماحة هذا الدين أن ساوى بين الناس: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وها هو نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام لا ينظر إلى فوارق اللون والجنس والنسب ويقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم وألوانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي حجة الوداع يبين صلى الله عليه وسلم ذلك صراحة للناس أجمعين، فيقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس ألا إن ربكم واحد، ألا إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. فبالله عليكم، أي حضارة حققت مبدأ المساواة الحقة والعدالة الراشدة كما حققها الإسلام؟ وأي رجل عظيم ذلك النبي الكريم الذي ساوى بين بلال الحبشي وحمزة القرشي. بل كان صلى الله عليه وسلم يقول: سلمان منا آل البيت، لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الشريف أبا لهب. أخي المبارك، أخي الكريم، هذا هو الإسلام وهذه سماحته، وها هو نبي الإسلام وهذه رحمته. فما أحوجنا في هذا الزمان أن
الذي انتشر فيه العنف والتطرف والغلو والتعصب ما أحوجنا إلى النظر في سيرة سيد المرسلين التي تهدي إلى الحق والوسطية في هذا الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين، لقد حث الإسلام العظيم على اجتماع الكلمة وتوحيد الصف وتأليف القلوب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمنين في توادهم وتراحمهم بالجسد الواحد فقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكان صلى الله عليه وسلم لا يعنف أحدا من أصحابه عند اختلافهم ما دام الدليل الصحيح مرجع كل منهم. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صرف عن الأحزاب ألا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة. وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما عنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين، مع أن الخلاف قد حصل في أمر عظيم بعد الشهادتين. فلا ينبغي يا عباد الله أن يكون الخلاف في الفروع سببا للعداوة والبغضاء. فهؤلاء العلماء المجتهدون الإمام أبو حنيفة النعمان والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله عليهم أجمعين، رغم اختلافهم في المسائل كان يجل بعضهم بعضا ويعذر بعضهم بعضا، بل ويوصي كل منهم تلاميذه باتباع الكتاب والسنة. فهذا الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ويقول الإمام مالك: كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي
عملي شيئا ولا تقلدوني ولا تقلدوا فلانا وفلانا وخذوا من حيث أخذوا، أي من الكتاب والسنة. أفلا ينبغي يا عباد الله أن يسعنا ما وسعكم؟ أفلا ينبغي يا عباد الله أن يسعنا ما وسعكم، فلا يكون الاختلاف في الرأي أو في مسألة فقهية سببا للعداوة والتفرق والبغضاء. قال يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ثم لقيني فأخذ بيدي وقال: يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك ومنتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في روسيا وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم على الهدى والحق يا رب العالمين. اللهم اجز كل من ساهم في بناء هذا المسجد خيرا، اللهم بارك له في ماله وولده وصحته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم واجز خادم الحرمين الشريفين عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفقه ونائبيه لما فيه خير للإسلام والمسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حائرا إلا دللته، ولا آيما إلا زوجته، ولا ميتا من أموات المسلمين إلا رحمته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهما ميتا فأنزل على قبره شائب الرحمات، وافسح له في قبره مد بصره برحمتك يا أرحم الراحمين. ومن كان منهما حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله، واختم لنا وله بخاتمة الإحسان برحمتك يا من